اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب؟ اهلا بكم في قناه ام بوسي. وقبل ما ابتدي الكلام ما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان قناه ام بوسي تكبر ونبقى احلى اخوات في الدنيا. النهارده بقى هعلمكم تعملوا احلى طبق فول هتاكلوه في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. رمضان فاضل له ايام بسيطه ويقل علينا ان شاء الله. ربنا يجعله رمضان الخير علينا يا رب. هعلمكم النهارده بقى ازاي الفول تعملوه وما يطلعش منكم اسمر ويسمر وميته تغمق. اللهم صل على النبي. دول كيلو ونص فول. الفول ده فول بلدي. في فول بيبقى تقريبا فول مستورد وفول انجليزي، بس ده بلدي. البلدي يقل طبعا. بسم الله ما شاء الله. اما تيجي تشتري الفوله اشتري الفوله الفاتحه، ما تشتريش الفوله الغامقه. الفاتحه هتفضل فاتحه معاك في السوا. بسم الله ما شاء الله. دول كيلو ونص. انا نقيتهم ونقيت منهم اذا كان في طنايه شلتها، اذا كان في عفشايه شلتها، وكده بقى زي الفل. هنمسكه بقى هنحط عليه ميه. انا سبته بات ليله، سبته بات ليله كامله في قلب الميه. يعني نقعته الساعه 2 الفجر. صبحت تاني يوم العصر شلته من الميه، غسلته طبعا من الميه. شفتوا ازاي نضف ازاي ونفش وكتر، يعني زاد في الحله ونفش وكتر. بسم الله ما شاء الله. شفتوا الفوله بيضه ازاي؟ اللهم صل على النبي. دول كيلو ونص. يعني في ناس يقول لك انت هتنقعيه طول الليل. لا، 4 ساعات بس. ده بينطر القشره في السوى. لا، هو ما نطرش قشره ولا اي حاجه وطالع سواه زي العسل. كده بقى حطينا عليه ميه سخنه. لازم تحطي عليه ميه سخنه من الكتل بتغلي. يعني تجيبي ميه سخنه من الكتل بتغلي وتحطي عليها. دي كوبايه عدس معانا. عايزه تحطي قمح غله حطي، عايزه تحطي رز حطي. انا ما بحطش الا عدس بس. يعني عايزه تحطي انت بقى واختيارك بقى. انا حطيت كوبايه عدس بس. ودي ليمونه، دي ليمونه ومش هنعصرها كمان، هنحطها كامله كده. تعالوا بقى اما اقول لكم هنحطوا ايه للفول هيخليه يستوي معاكي بسرعه ولونه ما يغيرش معاكي خالص. هيفضل معاكي ابيض ما يسمرش خالص. دون خل. دول كيلو الفول بياخد 3 معالق خل. دول 4 معالق خل. هتقولي الخل هيبوظ طعمه، هيغير طعم الفول. لا، جربي اللي انا بقولك عليه دون وقولي لي باظت معاكي ولا لا. وان باظ يا ستي هاخده منك وهديكي حساب. اللهم صل على النبي. اعملي بس بتكات ام بوسي دي والله العظيم هيطلع زي الفل معاكي. يبقى حطينا الخل والليمون وميه سخنه. لازم ميه سخنه. كده هنحطه على النار بقى. هتحطي ايه كمان بقى يا ام بوسي؟ في ناس بيحطوا كركم اصفر، وفي ناس بيحطوا لون بيبقى لون محمر. انا لا هحط كركم ولا هحط لون. انا هحط نص معلقه بابريكا. يعني هي برضك لون احمر، يعني هي محميه هتحمرهولك. دي نص معلقه بابريكا. في ناس بيحطوا طماطم. انصحكم ان انتوا ما تحطوش طماطم على الفول خالص. الطماطم بتسمر الفول. يعني الطماطم لو حطيتي طماطم في الفول ده انصحك ان انت ما تحطهاش خالص. وفي ناس بيحطوا بصل، وعايزه تحطي جزر حطي انت بقى واختك. اما انا بحب البساطه كده في تسويه الفول والله وبيطلع رهيب. كده بدأ يغلي معانا. اول ما الميه تغلي بتاعت الفول تقومي بقى موطيه البوتاجاز. شمعي عليه خالص. خليه شمعه كده وكموري عليه بقى. عايزه الفول يطلع حلو معاكي ما تقعديش تكشفي عليه كل شويه. هو يعني تسيبيه مثلا ساعتين كده واكشفي عليه. ما انت موطيه البوتاجاز شمعه خالص. انا بصوا نقلت الحله من العين الكبيره للعين بتاعت القهوه الصغيره خالص. لازم تكون النار شمعه. اتشرب معانا. وشفتوا ميته بيضه لسه ازاي؟ والله هتقولوا الخل هيغير طعمه والله العظيم. ده مطلعه زي العسل كمان، وبيخليه يستوي معاكي بسرعه وما بيغيرش لون الفولايه خالص ولا لون الميه.
شفتوا اللون ابيض، لون الميه بيضه ازاي؟ بعد ما تشرب بردك الميه بيضه برضه. اللهم صل على النبي، طالع زي العسل. شفتوا عامل ازاي؟ هو لسه ما استواش، انا زودته ميه، ولازم تزودوا الميه تكون ميه بتغلي برضك. انا جبت الكتل ميه سخنه وقمت حاطه مزوده الميه. في ناس بقى، انا ما عنديش فواله، انا عملته في الحل. هي تسويه الحله جميله برضك، يعني انا تملي بسويه في الحله كده على طول. في ناس بيحطوا على الفواله طبق كده، طبعا الطبق بتحط فيه ميه، فالميه بتسخن وبالتاني تزودي منها. لا، انا حطيت كمرت عليه بالغطا، وساعه ما لقيته اتشرب ميته جبت ميه، الكاتل فصل معايا وقمت حاطه مزوده ميه سخنه. شفتم؟ دي بعد ما زودت الميه غطيت عليه وكشفت تاني. شفتوا بقى بدأ يستوي اهو بقى، بدأ يستوى معانا اهو. شفتوا لونه عامل ازاي؟ تحفه. لا كركم بقى ولا ايه، هو نص معلقه بابريكا بس. انا بحب البساطه في الفول والله، وبيطلع ناجح وزي العسل. شفتوا عامل ازاي؟ انا ما عنديش فواله بصراحه، يعني الحله دي خدت كيلو ونص معايا. شفتوا الفوليه اتفلقت ازاي؟ انا مش عارفه امسكها، هي سخنه، انا مش عارفه افركها لكم او هي سخنه. اللهم صل على النبي، طالع جميل. اعملي بس زي ما انا عاملاه كده وقولوا لي طلع معاكم عامل ازاي. كده بقى كيلو الفول بياخد معلقه دقيق، دي معلقه ونص دقيق. هنمسكها في ميه بقى ونلفها كده في قلب الميه. هنشيل الكلكعه الدقيق دي خالص، هنخليها عامله زي ايه، زي اللبن كده، وهنقوم لفين بيهم الفول. هنلف بيهم الفول، هيلف معاك. وممكن نشا برضك، يعني ممكن معلقه نشا برضك. كيلو الفول بياخد معلقه دقيق، وكيلو الفول بياخد 3 معالق خل. هيلف معاكي بقى ويديك القوام زي الفول اللي بيتباع في المحلات بالظبط. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. شفتم عامل ازاي؟ واللون بدأ يلف معاك وهيتقل، يعني كل ما هتسيبيه كده شويه هتلاقيه اداكي قوام اتقل كمان. شفتوا لونه عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، طالع جميل. طبعا الفول انت بتبعتي بتجيبي ب10 جنيه شويه قد كده اهو، صغننين خالص. يعني مش هنبعت كل يوم بقى في السحور، نبعت كل يوم نجيب بقد كده. لا، دول هنمسكهم نكيسهم في اكياس فريزر ونعينهم في الفريزر. شفتوا ميته بيضه ازاي وحلوه؟ لا حطيت كركم، ولو في ناس بيحطوا بصل ما حطيتش بصل. والطماطم انصحكم ما تحطوش طماطم، عشان الطماطم بتسمروا، الطماطم هي اللي هتبوظ لكم الفول. معلقتين الخل دول هم السر، يعني سر نجاح الفول. شفتوا طالع عامل ازاي؟ قهرمان. لوز دون ولا ايه ده يا ام بوس؟ تسلم ايديك يا ام بوس. اللهم صل على النبي، طالع تحفه. شفتوا عامل ازاي؟ انا باجي امسك لكم الفوله مش عارفه افعصها قوي، يعني سخنه. شفتوا اتفلقت ازاي؟ انا سبته ليله كامله منقوع في ميه. ناس بيقولك ايه بيطلع من القشره وبيبقى وحش، والله لا طلع من القشره ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن الحله دي تكفينا الشهر رمضان كله. طبعا احنا بنطلع طبق صغير كده جنبي بقى بطين بطاطستين، يعني ممكن يكفينا الشهر كله، ونبقى وفرنا كل يوم 20 جنيه فول نجيبه ليه؟ حرام. شفتوا عامل ازاي؟ والله العظيم الكاميرا كمان مطلعه لونه مش الحقيقي. حطوا بس شويه الخل دول. في ناس بيحطوا الطماطم بتسمر الفول. يا جماعه يا جماعه، محدش يحط طماطم على الفول خالص. انا يعني بحب البساطه في عمايل الفول كده وبيطلع معايا ناجح. بسم الله ما شاء الله، طالع تحفه. شفتوا عامل ازاي؟ والحله دي هتكفينا شهر رمضان، يا رب يجعله رمضان الخير
علينا كلنا يا رب، امين يا رب. شفتوا عامل ازاي؟ لا الفولة طلعت من القشرة بتاعتها ولا الكلام ده خالص. انا سبته ليلة كاملة في قلب المية، وحطيت مية ساقعة عادي. في ناس بيحطوا مية سخنة، انا حطيته في مية ساقعة ولقيته نفش والحلة اتملت. شفتوا بقى؟ حطينا عليها معلقة طحينة من اللي انا عاملاها برضك. ربنا يجعل الخير في بيوتنا كلنا يا رب. دي تجهيزات رمضان كلها. انا عملت الطحينه وعملت السمنه البلدي. انا هحط حته سمنه بلدي حالا بردك على الفول منه. دي السمنه اللي انا عاملاها معاكم بردك من وش اللبن. اللهم صل على النبي. يعني الطبق الفول من جماله، انا طول ما انا واقفه كنت عماله اكله حاف كده بالمعلقه. شفتوا الجمال؟ شفتوا لون الفول عامل ازاي؟ لا غمقت ولا اسمرت. والله العظيم انا مسجله الصوت على الفيديو ده بعديها بكام ساعه كمان. يعني الفول انا بكشف الحله بكيسها عشان اعينه في الفريزر، لقيت نفسي لونه لسه بردك، يعني ما غمقش خالص. شفتوا الطبق وجماله عامل ازاي؟ يا جمالك يا ام ادم، كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يجعله رمضان الخير عليكم. واضربوا لايك بقى وانتوا بتتفرجوا كده. ما تنسوش ام بوسي بقى في احلى لايك منكم. شفتوا الجمال؟ طبعا وانا بقلب الطحينه ادت قوام ما تقلته. انا جبت شويه ميه بقى من الحله وقمت مخففه الطبق الفول شويه. شفتوا تقيل ازاي وانا بلفه؟ بسم الله ما شاء الله طالع جميل وتوفير برضك وخير يبقى في تلاجتك. يعني تمد ايدك في رمضان كده تفتحي تلاجتك تلاقي خير ربنا فيه. شفتوا؟ انا جبت شويه ميه من حله الفول وقمت مزوده طبق الفول، لقيته سال معايا كده. بسم الله ما شاء الله، وريحته بالسمنه البلدي والطحينه والله من جماله. قعدت اكل بالمعلقه كده حاف. اهو طبق الفول ده بقى عايز بصلايه فحل بصل حلو كده، واقعدي ربعي بقى، هاتي 10 ترغفه واقعدي. والله العظيم من جماله. يعني طبق الفول ده مش عايز جنبه اي حاجه. اللهم صل على النبي، طالع تحفه. اعملي بس بتكات ام ادهم كده والله العظيم وادعي لي بقى دعوه حلوه كده من عندكم. شفتوا الجمال؟ طحينه احنا اللي عاملينها، والفول احنا اللي عاملينه، والسمنه البلدي احنا اللي عاملينها من وش اللبن. وخير ربنا يجعل الخير في بيوتنا كلنا يا رب. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى في احلى لايك منكم، وتفعلوا زر الجرس واشتراك، وباي باي.